ازيكم، اخباركم ايه؟ في ناس بتحب الاكل الحراق، السبايسي. بس ايه قصه السبايسي ده؟ وازاي السبايسي ده بيتقاس؟ وليه السبايسي سبايسي؟ يعني ايه اكل حراق؟ اكل حراق هو الشعور بالضربه، بالشلوت اللي بيحصل في البق ده، بالاكسايتمنت اللي بتحصل دي في اي اكل بناكله. بس ليه الاكل الحراق حراق؟ اما بتاكل حاجه حراقه بتحس ان انت بقك مولع. ايه اللي بيخلي بقك مولع وايه اللي بيدي الاحساس ده؟ في ماده موجوده في الفلفل اسمها كابسيسين. الكابسيسين دي اول لما بتيجي على اللسان بتبدا توهم اللسان ان هو في حاجه سخنه جدا 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 دخلت البق. فكنوع من انواع الدفاع النفسي بتاع الجسم اللي هو ربنا خلقه لنا ده، ممكن تبدا تعرق، ممكن تبدا مناخيرك تسيب، ممكن تبدا الجسم يبدا بيبرد نفسه لانه فاكر ان في هيت او سخونه جامده جدا جدا دخلته. فهو مش عارف ان ده انا اللي عامل في نفسي كده اساسا. يعني انت مجنون بقى. ليه في ناس عندها الحاجه دي تبقى حراقه جدا، ونفس الحاجه نفسها لو حد دقها يقول لك لا دي مش حراقه قوي، امال انت عرقت كده ليه وعملت كده ليه؟ احنا كاشخاص بنقدر نستحمل نسبه الحاجات الحراقه بطرق مختلفه. طب ازاي نقيس الحاجات الحراقه دي؟ عملوا مقياس جديد وهو سكوفل، عبارة عن وحدة قياس الحاجات الحراقة. زي ما في المتر كده للمقاسات وفي اللتر للمية والحاجات دي، سكوفل اتحط للحاجات الحراقة. فلفلاية خضراء، فلفل الرومي ده بيعتبر ان هو زيرو سكوفل. اكيد انتوا اكلتوا فلفل اخضر ما حسيتوش باي حاجة خالص. هنيجي مثلا للتباسكو، الهوت صوص اللي احنا بنحطه على كل حاجة، ده السكوفل بتاعه 3500. وفي نوع من انواع البابرا والفلفل اللي موجود اسمه كارولينا ريبر. تخيلوا ده كام سكوفل؟ 2 مليون سكوفل. متخيل؟ في فلفل 2 مليون سكوفل. فمتهيألي انتوا فاهمين الموضوع. المقياس هيبقى قد ايه؟ يعني اذا كان التباسكو الحراق 1000 2000 3 4 5 اي حاجه، ده 2 مليون سكوفل. هل تعرف حد يقدر يدوق الفلفل ده؟ اعمل له منشن دلوقتي. الاكل الحراق بس مش مجرد ان هو اكل حراق، الاكل الحراق ده داخل في الكالتشر وداخل في العادات والتقاليد بتاعت بلاد كتيره جدا زي الهند مثلا. اكيد انتوا عارفين كل الاكل الهندي حراق، ده جزء من حياتهم. في المكسيك في حتت كتيره قوي في المكسيك الاكل بتاعهم حراق جدا. في بعض الناس، مش كل الناس، في بعض الناس الجسم بيبدا يفرز اندورفينز اللي هو بيحسوا بانبساط وبيحسوا بسعاده لما السبايسي يدخل جسمهم من بقهم طبعا. كويس. ما اعتقدش ان هيكونوا بنفس السعاده وهو بيطلع من جسمهم. في بعض الناس بتقول ان الناس اللي ساكنه في حتت حر شويه بتلاقي السبايسي عندها في الاكل زياده شويه. ليه؟ عشان هو لما بتاكل حراق فبيبدا الجسم يفرز العرق، فبيبدا يكول او يبدا يبرد الجسم. ففي ناس بتاكل السبايسي بسبب الجو الحر برضه. مين اكتر حد من صحابك بياكل اكل سبايسي؟ ممكن تعملوا منشن. بتتعامل ازاي اما تيجي تخرج الاكل السبايسي ده؟ موضوع مقرف جدا الصراحه. الصباح الفل، عادي جدا. باي.